وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. 18 بنت في عمر الظهور توفوا في لحظة من اللحظات، في ثانية إلا ثانية. ربنا يرحمهم جميعا ويصبر أهاليهم ويصبرهم ويحتسبهم عند الله شهداء. أقسم بالله العظيم ننعي بكامل الأسى وكامل الحزن على اللي ماتوا دولت. شباب في عمر الظهور رايحين يشتغلوا باليومية ب120 جنيه أو 130 جنيه أو 150 جنيه على حسب ما سمعنا. ربنا يرحمهم جميعا، ربنا يحتسبهم عند الله شهداء. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. تعالى كده نوريك تشييع الجنازة واللحظة المحزنة واللحظة المفجعة. 18 نعش و18 جثة هامدة نحسبهم عند الله شهداء. تعالى اتفرج كده على الفيديو ده، الفيديو اللي كل اللي بيسمعه بيحزن من جواه. ربنا يرحمهم جميعا. اتفرج معايا كده. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين. ولا طلعوا لايف ولا على التيك توك، ولا طلعوا يرقصوا ويطلبوا هدايا زي ما بنشوف الناس التافهين على التيك توك يرقصوا ويطبلوا ويشحتوا، ولا كتبوا همومهم على السوشيال ميديا ابدا. طلعوا ياكلوا عيش يومية ب130 جنيه. ده فيهم بنت كانت مهندسة وواحدة ممرضة، وكلهم كانوا بيشتغلوا بشرف وبيجهزوا نفسهم واحدة واحدة مع أهاليهم في جمعيات، وعاملين جمعيات على مدار شهور عشان يجوزوا نفسهم. 130 جنيه اجرتهم اليوميه اللي ماتوا عشانها. يوميه ب130 جنيه ماتوا يوم جمعه كمان من غير يوم اجازه ليهم، شغل في عز الحر وعز التعب وعز المهانه، بس عاشوا بعزه وماتوا بكرامه. ربنا يرحمهم جميعا واحتسبهم عند الله شهداء. ربنا يرحمهم ويصبر اهاليهم. 19 بنت ضحايا لقمة العيش، عاملات المنافية في مصر نحسبهم عند الله شهداء. ملائكة الرحمة على الأرض. ربنا يرحمهم جميعا. لا عملوا تيك توك ولا طلعوا يشحتوا على اللايفات زي ما بنشوف البنات اللي من دول يطلعوا يهروا ويشحتوا. طلعوا عشان لقمة العيش، طلعوا عشان لقمة العيش. اللهم احتسبهم عندك من الشهداء، اللهم احتسبهم عندك من الشهداء، اللهم احتسبهم عندك من الشهداء. أهلا بكم في قناة حكاوي الغلابة.